الإماراتي شقيقه العراقي في مواجهة سيكون فيها الفوز مطلب الطرفين. مراسلون في الإمارات وفاء سوقار تبع استعدادات كلا المنتخبين وأعد التقرير التالي. دخلت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم مرحلة الحسم، خاصة في المجموعة الثانية، والحديث هنا عن المنتخبين الإماراتي والعراقي بصورة خاصة. فالأول يبحث عن فوز على أرضه وبين جماهيره يعزز حظوظه، والثاني يبحث عن الانتصار خوفا من الابتعاد عن أجواء المنافسة كليا. مباراة مهمة، مباراة على ملعبك ضد المنتخب العراقي، ما في مجال يعني الا الفوز، وهذه مباراة لعيبة، وان شاء الله بكره يعني كنا ثقة احنا في اللعيبة، وان شاء الله نتوفق بكره. المنتخب العراقي يعرف جيدا أن لقاءه القادم بمثابة الفرصة الأخيرة لدخول مرحلة الإياب، وهو في دائرة الضوء، وهو ما لن يتحقق دون حصد النقاط الثلاث، فحتى التعادل يبعده شيئا ما عن أجواء المنافسة. المباراة بالنسبة للفريقين هو مصيرية، سواء كان المنتخب الإماراتي لديه 6 نقاط يحاول أن يكسب المباراة، وأيضا الفريق العراقي لدينا 3 نقاط، أيضا نريد نرجع للتنافس مع بقية الفرق اللي في مجموعتنا، سواء كان يابان أو السعودية اللي يتنافسون الآن للصعود إلى كأس العالم، وأيضا أستراليا. أصحاب الأرض ليسوا أفضل حالا من ضيوفهم، وإن كانوا يتفوقون عليهم في الرصيد النقطي، فمهدي علي وأبنائه يعيشون تحت ضغط العودة إلى المسار الصحيح وإرضاء الجماهير، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب السعودي. وفاء سوقار، BeIN Sport.